كيفاش تصبح قوي مواجهة الفشل والخوف؟ تخيل أنك واقف قدام باب كبيرة، وراها هاد الباب كاين حلمك اللي ديما كنت كتحلم بيه، ولكن ماشي قادر تفتح هذاك الباب حيت الخوف واقف قدامك كحاجز. الخوف من الفشل، الخوف من كلام الناس، الخوف من أنك ما كتحققش اللي كنت باغي. واش عشتي هاد الشعور من قبل؟ هادوك اللحظات اللي كتمنعك من التقدم اللي خصك تواجهها باش تحقق أهدافك. فكيفاش يمكننا نكون شجاعان في مواجهة هذا الخوف؟ إذا وصلت لنا ما تنساش متابعة ولايك وبارطاج باش نزيد نطور المحتوى. الخوف من الفشل طبيعي، حيث كل واحد فينا كيخاف من أنه يخسر أو ما يوصلش للهدف اللي كيبغيه، ولكن الفشل ماشي نهاية الرحلة، بل هو درس كيساعدنا نتعلموا ونطوروا من الأنفس ديالنا. الشجاعة ماشي أنك ما تخافش، ولكن في كيفاش كتعامل مع الخوف. الناس الشجعان هما اللي كيشوفوا الفشل فرصة للتعلم وما كيرتبطوش القيم ديالهم بالنجاح أو بالفشل. تصور واحد الشخص كيشوف قدامه جبل كبير، هو عارف بلي خصو يطلع هاد الجبل باش يوصل للقمة، ولكن كل مرة كيشوف الجبل كيبدا كيسول راسو: واش غادي نطيح؟ واش غادي نقدر نوصل؟ هاد الشخص كيمثل اي واحد فينا فاش كيتواجه مع التحدي كبير. الشجاعة هي فاش كتقول لنفسك: حتى اذا طحت غادي نوقف ونجرب مرة اخرى. كيفاش تصبح شجاع في مواجهة الفشل والخوف؟ غير نظرتك للفشل، بدل ما تشوف فشل كشي حاجة سلبية، حاول تشوفها كفرصة للتعلم. كل مرة كتفشل فيها كتزيد تعلم كيفاش تحسن مهاراتك وتعرف نقاط ضعف ديالك. واجه مخاوفك بدل ما تهرب منها. الخوف كيبدا يقل فاش كنبداو نواجهو مباشرة. كل مرة كنواجهو فيها الخوف ديالنا كنوليو أقوى، وكيولي الخوف أضعاف. ذكر نفسك بأن كل واحد كيمر من الفشل، حتى أنجح ناس في العالم فشلوا مرات كثيرة قبل ما يحققوا نجاح. فشل جزء من طبيعي من الرحلة، وكل مرة كتطيح فيها كتصبح أقوى وأحسن. ركز للأهداف صغيرة، ما تحاولش تقفز لشي هدف كبير بدفعا واحد. قسم أهدافك كبيرة أهداف صغيرة وسهل الإنجاز. كل خطوة صغيرة كتزيدك الثقة في النفس وتخليك تواجه مخاوفك بشكل تدريجي. ثق في قدراتك على التغير. الشجاعة الحقيقية كتجي من ثقة في أن الإنسان عنده قدرة باش يتعلم ويتغير مع الوقت. ماشي مهم شنو واقع ليك في الماضي، المهم هو شنو غادي تدير دابا باش تغير المستقبل ديالك. الشجاعة ماشي غياب الخوف، ولكن كيفاش كتواجهها. باش كتحس بالخوف من الفشل أو خوف أنك ما كتوصلش، تذكر أن هذا الخوف هو جزء من الرحلة. كل ما كتواجهها كتولي أقوى، وكل ما كتستثمر في محاولة كتعلم أن النجاح الحقيقي هو في قدرة على التحدي والتلاعب، ماشي أنك تكون مثالي من البداية. إذا وصلت هنا ما تنساش متابعة ولايك وبارتاج باش نطور المحتوى ونزيد نقدم شي حاجة مزيانة إن شاء الله.